سب وشتم ونعل وفضح للأعراض ومستويات مع الأسف منحطة بين الأخوة الأشقاء اللي في شمال أفريقيا أو في المغرب العربي أو المغرب الأمازيغي يسميها مشات. السلام عليكم ورحمة الله. على حملات تحريض وسب وشتم في تيك توك وفي اليوتيوب، لكن خاصة في التيك توك بين التوانسة والجزائريين. اليوم كما نعرفوا قبل كانت الحملات والمناكفات توقع بين المغاربة وبين الجزائريين وسب وشتم، وكما نعرفوا احنا انه مع الاسف احنا والناس الكل تدخل تتكلم في حاجات حتى ما تفهمهاش، يتحدثوا في التاريخ وفي الجغرافيا ويتحدثوا في امور والله اقسم بالله اقل ما يقال فيها انه يعني فكر سطحي الى ابعد الحدود، والكل يتفلسف وهو مش عارف حتى شيء. اليوم مش عارف مع الاسف خليني نقول المعركه ما نحبش نستعملها، لكن مضطر. المعركه اللي كانت بين الجزائريين والمغاربه تحولت الى معركه بين التوانسه والجزائريين في ليله وضحاها. مش عارف تبدل كل شيء وصاروا التوانسه والمغاربه على. طبعا انا كي نقول ما نعممش، انا نحكي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض البرامج، وتو نذكر البرنامج هذا بتاع الشخص هذا اللي هو قاعد يحرض ويشعل في النار. السيد هذا هو يمني، ويمن هذا يبدو مش من اليمن، صنعاء. انتم تعرفوا ان اليمن ثم حكومتين، ثم حكومة صنعاء وثم حكومة عدن. السيد هذا من يتابع حكومة عدن، هو فهمتوا ديجا عنده مشكلة حتى مع اليمنيين في صنعاء وكذا، وانتم فهمتوني. وما نحبش ندخل اكثر على كل حال، لانه تعرفوا الانقسامات في الدول العربيه مع الاسف كلها منقسمه. ليبيا حكومه في الشرق في بنغازي، حكومه في الغرب في طرابلس. السودان منقسم حدث ولا حرج. اليمن حكومه في عدن، حكومه في صنعاء. لبنان حدث ولا حرج. سوريا هكم شفتوا فهمتوا ولا لا؟ راح نظام وجاء نظام، وشفتوا يعني المجازر اللي صارت على مناطق الساحل، وصارت ضد العلويين وضد الدروز، وبعدين تدخلوا القبائل الحصيل. وانتم تعرفوا ناهيك عما يحدث، ولو أن العراق أفضل، أموره أفضل من قبل، لكن ما زالت فيه بعض المناكفات. المهم هذا حال الدول العربية كل. السيد هذا في اليمن ويعرف نفسه، تعرفوه كل هذا من غير ما نذكر اسمه، عرفتوه. عنده برنامج على تيك توك مخصص البرنامج هذا يتدخلوا فيه الناس يسبوا، ويقدم نفسه على أنه وسيط وأنه محايد، وهو باين عيني عينك باينة ضد الجزائر. هو يجيب كل شخص يسب الجزائر يجيبه. على كل حال انا باش نتكلم بصراحه، راني اليوم انا تونسي ومانيش باش ننحاز لبلادي تونس، باش نحكي بالحق، لانه الانسان اللي عنده عقل هو اللي يتعالى فوق الانتماءات الطائفيه والحزبيه والسياسيه والانتماءات القطريه. باش اتحدث بصراحه، اليوم المشكله اللي صايره بين بعض التوانسه وبعض الجزائريين صايره بعد عمليه القتل اللي صارت ضد مواطن تونسي في فرنسا في مدينه نيس. هو من اصل تونسي، هو من ولايه القصرين الذيبي، والذي قتل برصاص. يعني يقال انه يعني عسكريين يعني فرغوا فيه رصاص بشكل مكثف. وهو السيد هذا قبل ما تقع له المشكله، قبل ما يقتلوه، صار في مناكفه وفي شجار مع بعض الاخوه الجزائريين. يقال انه 10 أو 9 جزائريين على كل حال، الله اعلم يعني مصداقيه الروايه. المهم صار في مشكله معاهم، ومن ثم يعني دخلوا توانسه، قال لك جايين جزائريين ضده وكذا، وبعدين جت الشرطه وزاد كملت عليه من الحادثه هذيك، ومع بعض الاحداث الاخرى. على كل حال انه بعض التوانسه اليوم ممكن وقفوا مع المغرب بعد ما شفنا ان نتذكروا من سنه وسنتين كانت التوانسه والمغاربه نفسهم يتسابوا، والمغاربه يتهموا في التوانسه انتم ولايه جزائريه، والتوانسه يردوا عليها انتم ولايه صهيونيه تابعين اسرائيل مع التطبيع. واليوم تغيرت. سبحان الله، كما السياسه صديق اليوم يصبح عدو الغد. فاليوم صارت المشاجره بين التوانسه والجزائريين. والله سمعت مستويات سب وشتم من توانسه الجزائريين ومن الجزائريين لتوانسه، لكن في برنامج السيد هذا المذكور ربما اكثر السب متوجه للجزائريين. وباش نكون واضح وصريح ايضا،
الاخوه الجزائريين راهو لازم يفهموا حاجه زاد. طبعا اشوفوا، انا راهو عمري ما نقول الجزائريين كلهم شخصيه واحده، يعني متجانسه وكل كيف كيف، ما ثمش هذه مثل بعض. لا، شوف راهي الناس تختلف، راهو عندك الباهي والخايب، يعني الكويس والمش كويس. هذا في اي بلد. لكن ثم ما يسمى بالشخصيه الجماعيه اللي تمثل دوله معينه. مثلا طريقه التفكير للشعب الجزائري ممكن غير طريقة التفكير عن تونس أو المغرب وكذا، مع وجود بعض الخلافات هنا وهناك. طبعا المسائل هذه معروفة في العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع وعلم النفس، ما عندكش حاجة ثابتة راكزة، كله يتبدل. لكن عموما الجزائريين، وفي قطاع كبير من الجزائريين ومع الأسف عندنا فكرة التعالي على بقية الدول الأخرى. تعالي ماذا؟ يقول لك احنا الجزائر جغرافيا هي أكبر جغرافيا وأكبر دولة. وحتى مسألة ثورة التحرير هي كلمة حق يراد بها باطل. يا أخي ثورة التحرير هذوما رجال، وفعلا على الراس والعين، اللي ماتوا واللي ضحوا من أجل الجزائر. وهذه قناعتي شخصيا، هذوم ناس رجال وأبطال وخلدهم التاريخ. أم يجي شخص كما هذا اليمني المقدم هذا، ومانيش باش نذكر اسمه مرة أخرى، عرفتوه أنتم، يجي يبدا يتطاول على الثوار، على شهداء الجزائر، وهذا غير معقول. لكن الاخوه الجزائريين انكم تستعملوا ثوره التحرير كمطيه، وحاطينها صرتوا كشعره معاويه ومش عارف قميص معاويه ومش عارف، وصارت هي عاملين كل شيء، فهمتوا؟ لا نحن ثورة، كأنكم مستعملينها باش تهاجموا بها أطراف أخرى. والله تونس دولة صغيرة، تونس هذه شجي خي قرية هنا وكذا، أو تقول وين المغاربة بيهم وين المغاربة عليهم. أيضا فكرة التعالي هذه، راهو شوف، راهو إذا كان بيتك من زجاج ما تحدفش بيوت الآخرين بالحجر. شوف، أول حاجة نحب نقولوها راهي مسألة أن الجزائر جغرافيا هي الأكبر. هذه مسائل متعلقة بالجغرافيا والتاريخ يا سيدي. واللي يفهم في الجغرافيا في الجيوبوليتيك وفي التاريخ يعرف أنه حتى الدول تاريخيا لم تكن لها نفس المساحة. المساحة هذه الجغرافيا تتبدل مع التاريخ، وتتبدل بالسياسة، وتتبدل مع متغيرات العصر. يعني في نحن نعرف أنه هذه تونس والمغرب والجزائر ومصر وليبيا والدول العربية، هذه دول قطرية. مفهوم الدولة القطرية ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرين طبعا، وبداية الألفية الجديدة هذه. مفهوم الدولة القطرية لو ترجعوا أنتم 1000 سنة و800 سنة لم يكن موجود. ما كانش هذه دولة تونس ودولة، ما كانش حتى التسميات لم تكن موجودة. تونس قبل في العهد الإسلامي كان اسمها إفريقية معروفة، وحتى ما قبل الفتح الإسلامي تونس معروفة أفريكا. حتى أنه اسم القارة الإفريقية خذت القارة الإفريقية اسمها من تونس، لأن الرومان والإغريق وكل كانوا يسموا تونس إفريقية. الناس ما تعرفش هذه، في أنه مثلا مساحة تونس في بين الدولة الإمبراطورية العثمانية، تونس لم تكن مساحتها هي المساحة هذه صغيرة، أو المغرب هذه مساحتها، بالعكس تونس كانت أكبر منها تقريبا 5 و6 مرات وأكثر ربما. والوثائق الموجودة في الأرشيف عن الدولة الفرنسية، لأنهم هم كانوا يمثلوا الاحتلال، وعند العثمانيين الأتراك لأنه كانوا موجودين قبل الفرنسيين، وكل نعرف وكانت عندهم خرائط. وتونس لم تكن تلك خريطتها، ولا المغرب هذيك ولا الجزائر. لكن نحن نعرف أسباب سياسية وعسكرية هي اللي ساهمت أن كل دولة تستقر مساحتها على النحو الآني. يعني مثلا فرنسا، تونس في وقت من الأوقات، وهذا كان أشار ليه الوزير السابق ونيس التونسي، قال لم تكن مساحتها، كان ثم جزء من الصحراء اللي موجودة هي الآن تابعة الجزائر كانت يعني جغرافيا تابعة تونس. وهذا موثق بخرائط في الطبوغرافيا وخرائط في الأطلس وكذا موجودة، تثبت فعلا أن خرائط هذه، أن الصحراء هذه تنتمي إلى تونس. حتى المغرب فيه صحراء غير الصحراء المتنازع عليها تو وكذا، كانت عندها امتداد اكثر. اشوف وانا سالت اساتذه في التاريخ وشفت بعض الوثائق. خلينا نتكلم بصراحه، حتى مساله الصحراء هذه المغرب تسماها المغربيه، والجزائر والبقيه دول العالم يقولوا الصحراء الغربيه.
تاريخيا تابعة للمغرب، نحبه ولا نكرهه. راهو المغرب في محكمة لاهاي لما يروحوا يحبوا يثبتوا مغربية الصحراء كانوا يحملوا معاهم نقود اللي هي هذه الصك، كانت تثبت فعلا انه لانه كانت المناطق الجنوبيه في الصحراء هذه وصولنا حتى للسنغال، كان في الدوله الموحديه، وقبل الدوله الموحديه الدوله المرابطيه، وبعدين في الدوله السعديه وكذا مع محمد السعدي وعبد الله السعدي وكذا، كانوا المناطق الجنوبيه هذه كانت اصلا تابعه، لانه حتى كانت الخطب تلقى باسم الامير المؤمنين، يعني المغاربه يسموه امير المؤمنين، الامير المغربي امير المؤمنين. هذه موجوده راهي، يعني نحبه ولا نكرهه، لانه الفتوحات في غرب افريقيا كل منين كل قادتها يا اما يا اما الموحدون او قبلهم المرابطون، هم اللي قادوا الفتوحات هناك، وصلت حتى الكوت ديفوار وغانا وغينيا وكل هذه مسائل تاريخيه لا نناقش فيها. فمره اخرى يا سيدي اليوم الجزائريين لازم يفهموا حاجه زاد، انك ما تبداش تستهزأ بالاخرين، او انت مساحتك صغيره، او انت قريه، او انت تابع لينا. لا طبعا انا مش نقول الجزائريين الكل يفكروا بالطريقه هذه، لا. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه انا شفت ناس ايضا في مغاربه وتوانسه اليوم بصراحه زاد وصلوا يسبوا حتى في مساله الثوره الجزائريه. هذا لا يجوز هذا يا سيدي. فانا سمعت واحد تونسي مره دخل حتى يتحدث باسلوب منحط، يقول الجزائريين، وصار يتحدث حتى على مسائل شخصيه، على مسائل شخصيه، ويعني والله اقسم بالله عيب نتحدث فيها، ما نحبش نعاودها ونذكرها. فالمهم راهو كما تدين تدان. ايضا نقول للاخوه المغاربه، انا نعرف المغاربه ايضا عندهم علاقتهم بالمخزن وبالملك وكذا، ايضا يلزم يكون عندكم نوع من تقبل النقد، تقبلوا النقد. يعني احنا في تونس ممكن، وهذه تونس فريده من نوعها، ممكن في تونس وايضا عندك لبنان، التوانسه واللبنانيين مش عارف علاش بالذات ممكن اكثر انفتاح من بقيه الدول العربيه الاخرى، عندهم نوع من تقبل النقد، يقبلوا رغم الازمات اللي عندهم والمشاكل السياسيه وكل شيء. لكن عندهم حاجه احنا في تونس الرئيس ينقد، رغم انه شفتوا تو في تونس دوله تصير نحو دوله بوليسيه، او يعني دوله يعني صارت السلطه بيد شخص واحد مع الاسف، وهذه حقيقه نقولوها. ولكن مع ذلك في مساحة من النقد في تونس، ما زالت في مساحة من النقد، ما زالت في مساحة من حرية التعبير. المغرب أيضا فيها، راهو مقارنة بالجزائر المغرب فيها مساحة نقد وحرية تعبير أفضل من الجزائر، لكن عندهم خطوط حمراء، عندهم الملك والمخزن ما تتكلمش فيه، ممنوع تتكلم فيه، ممنوع. حتى المشاكل الاقتصادية والأزمات ما يحطوهاش في المؤسسة الملكية، يحطوها كل في رئيس الحكومة وفي الوزراء، ديما يحطوهم هذوك مش فداء. على كل حال نرجع مرة أخرى ونقول راهو الشيء اللي يصير ماهوش باهي، والأغرب في الأمر أنه صارت سب والشتائم حتى فيما يتعلق بقضية غزة. احنا مناصرين لغزة أكثر منكم، احنا كذا، وهذه باش نزيد إن شاء الله في المرات الأخرى باش نحكي على كل دولة على حدة، موقف الجزائر شعبا وحكومة مما يحدث في غزة، كيف المغرب وتونس وكل، وباش نعرج عليها بسرعة. تو نتكلموا بصراحة، الجزائر تقدم نفسها من قبل في عهد الهواري بومدين أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. أنا نفرق بين هنا الموقف السلطة وموقف الشعب. الشعب شوف الشعوب كلها راهي مع القضية الفلسطينية، لكن والحقيقة تقال اليوم النظام الجزائري يتهم في النظام المغربي أنك عميل ومطبع وكذا. ما هي النظام الجزائري أنت ما الذي قدمته لغزة؟ مجرد كلام، وبالعكس وأنت تاجرت بالقضية الفلسطينية. الرئيس تبون شفناه في خطاباته يتاجر بالقضية الفلسطينية، ما يتكلمش، بقى عام كامل ما تكلمش، ثم تكلم لما جت الانتخابات الرئاسية، تكلم قال سوف افتحوا لنا الحدود وكذا، وتكلمت فيها من قبل، والناس كلها انتظرت ماذا؟ يفتح الحدود، سيحرك جيوش، مش عارف، قال سوف نبني 3 مستشفيات، ضحكت عليه الناس ومهزله. 3 مستشفيات، الامارات اللي اغلب الشعوب العربيه ضد النظام الاماراتي، الامارات بانيه مئات المستشفيات اكثر منك ب100 مره. روح شوف الامارات وقطر وتشوف الشيء اللي قدموه الفلسطينيين من اموال، وهذه حقيقه رغم اني انتقدها الانظمه هذه. لكن النظام الجزائري يتاجر بالقضيه الفلسطينيه. اذا كان المغرب مطبع وعارفين، والمغرب من نهاره مطبع،
حتى من عهد الحسن الثاني وحسن محمد حسنين هيكل ذكر في قمة 65 أنه الحسن الثاني سمح للموساد أن يتجسس على القمة العربية في 65. ومع ذلك كلمة حق تقال في الشعب المغربي. هنا باش نقارن بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. المغرب رغم التضييقات ورغم التطبيع ورغم، لكن بصراحة وهذه شهادة حق نقولها والله وأسأل عليها يوم القيامة، أن الشعب المغربي وأيضا كما الشعب التونسي صراحة عندهم مجتمع مدني في حراك كبير، ومجتمع مدني متحرك وفي هيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية وناشط، وكله ناصر القضية الفلسطينية. وشفنا المظاهرات في المغرب بمئات الآلاف، 200 و300 توصل حتى النص مليون. طبعا اليمن هذيك نمبر 1 خلوها على جهة. وديما مش حتى الوقفات، مظاهرات ووقفات شفناها في سطول الصمود، موجودين مغاربة كما موجودين توانسة وجزائريين أيضا. لكن أتحدث أين الشعب الجزائري فيما يحدث في غزة؟ أنا واحد جزائري مرة رد علي قال لي احنا الجزائريين ليه نتظاهروا؟ علاش نتظاهروا أصلا لأجل غزة؟ ما هو موقف السلطة بتاعنا متماهي مع موقفنا نحن الشعب الجزائري. احنا ما عندناش سلطه مطبعه وسلطه ناصره لفلسطين وكاللغه الخشبيه ناصره فلسطين. هذا السلطه الجزائريه كما التونسيه كما المصريه كلك بعضهم. مع تفاوت صحيح في بعض الدرجات، لكن ولا دوله ناصر باستثناء اليمن ولا دوله ناصرت غزه. فالشعب الجزائري اليوم غير قادر ان يتظاهر. ليه؟ علاش الشعب الجزائري ما تنجمش تخرج اليوم؟ السيد هذا يقول لي نحن موقفنا متماهي مع السلطه، معليش نتظاهروا. رديت عليه انا بكل بساطه، ايش قلت له؟ قلت له يا سيدي اليمن شفت انت حكومه صنعاء وشفت الشعب اليمني في صنعاء هناك وفي المناطق الثانيه تعز وكذا، يعني متماهي موقف الشعب اليمني مع موقف حكومه صنعاء 100% 1000%. ومع ذلك اليمنيون لم يتوقفوا على نصرة غزة، والشعب اليمني ما قالش ليك هاو حكومتنا مناصرة غزة خلص علاش نتظاهروا ما لا أحد. لا، كل أسبوع كل جمعة تلقى مليون زوز ملايين في أكبر ساحة في صنعاء يتظاهروا. فهذا رد على بعض الأخوة الجزائريين اللي يقولوا لي لا والله علاش نتظاهر. أنت يا سيدي غير قادر على التظاهر لأن حكومتك قمعاتك. والأنظمة العسكرية، وأضرب مثال بالجزائر ومصر، هذه دول عسكرية لا يمكن التظاهر فيها، لا يمكن. يعني بصراحة في المسألة في نصرة غزة كنا نحط الشعب الجزائري والشعب المغربي فرق كبير. الشعب المغربي ناصر في غزة ويخرج ويعبر عن آرائه ويدخل في أحيانا والله في مناوشات مع رجال الشرطة. أنا شفت في وجدة وفي تطوان وفي طنجة، خاصة في طنجة لما كانت جت السفن الأمريكية والأوروبية المزودة بالأسلحة وكانت تتوقف في طنجة ثم للتزود بالمواد الغذائية وبأمور أخرى، كانوا المغاربة يخرجوا ضدها ويطردوها. وإلى حد الآن المغاربة عندهم مجتمع مدني وفي حراك كبير ويتحرك لأجل. الجزائر ما شايف حد شيء تماما، مثل النظام السيسي في مصر. الشعب المصري والشعب الجزائري ركنوا سلموا. هذه مع هاو تونس رغم أنه حتى الحكومة التونسية على فكرة موقفها غريب، تقدم نفسها أنها، وهذا غريب في تونس. الحكومة التونسية الدولة التونسية ممثلة بالرئيس التونسي تقول لك لا نعترف، نحن أصلا لا نعترف بإسرائيل. حتى في التصويت المرة اللي فاتت في آخر تصويت في الأمم المتحدة 3 دول لم تصوت أصلا لصالح فلسطين، تونس والعراق وإيران. لماذا؟ قال لك نحن لا نعترف بإسرائيل. نتحدث على تونس. بالنسبة لتونس كي تشوف أنت من جهة لا نعترف بإسرائيل كدولة، وتونس ما هيش مع دولة فلسطينية حدود 67، لا تقول نحن مع دولة فلسطينية من البحر للنهر. تخيل، شوف قوة الخطاب وقوة يعني قوة السقف اللي تتحدث فيه السياسة التونسية. لكن كي تشوف الأفعال ما تلقى الأفعال لا تنسجم مع الخطاب. الرئيس التونسي أعطيني مرة عملت مقابلة أو المكالمة تليفونية من أجل بحث القضية الفلسطينية مع أي مسؤول غربي، ما ذمش لا يتقبل، لا نسمع حتى شيء. حتى آخر مرة في
الأمم المتحدة لما راحوا الرؤساء والملوك وألقوا وزراء الخارجية وألقوا كل دولة ألقت خطاب ثم لما تونس بعثت وزير الخارجية، وهذه كالعادة ديما يبعث وزير الخارجية. وزير الخارجية يتحدث: نناشد المجتمع الدولي لنصرة غزة ولفك الحصار. تناشد مين؟ تناشد هذه لغة واحد يتحدث عنه فلسطين من البحر للنهر. تناشد المجتمع الدولي نعرفوه هو الولايات المتحدة، تقريبا 80-90% هو المجتمع الدولي، ومعاه 3-4 دول أوروبية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اللي هما ديما موافقين الرأي الأمريكي. هذا هو المجتمع الدولي. يكذب عليك يقول لك المجتمع الدولي القارات الخمس والدول، كلام فارغ. المجتمع الدولي هو الدول الغربية ودول الأربع و5 دول في مقدمة الولايات المتحدة. وهذا وزير الخارجية التونسي يقول لك أناشد المجتمع الدولي. اللغة الخشبية وكذا. أنت خطابك، سقف خطابك لا يتماشى مع أفعالك ومع ما تقوم به. أنا مانيش نشوف فيكم أنتم حتى التوانسة المسجونين الآن في دولة الكيان اللي هم في أسطول الصمود. الدولة لا تتحرك ولا تفعل شيء، عكس الحكومة الإسبانية والإيطالية واليونانية، وشفناهم بعثوا حتى سفن على الأقل لحماية الناس هذوما اللي راحوا يحبوا يفكوا الحصار على غزة. فمرة أخرى نرجع، سامحوني طولت وكذا، بالنسبة للمشكلة هذه بين التوانسة والجزائريين، وقبل كانت بين المغاربة والجزائريين. يهديكم ربي، راي في ناس كثير مش لا تفهم لا في التاريخ ولا في جغرافيا ولا تبحث. ما تحكوش في امور ما تفهموش فيها، وخلوا مستوى ادنى على الاقل للاحترام وما تدخلوش في مشاكل وتبدوا تسبوا في الاعراض وتسبوا في، لا ما يتسبش. السبان والشتم راهو ما يصلحش على كل حال. والتاريخ سيشهد راهو في اخر المطاف موقف الدول الأنظمة والشعوب من القضية الفلسطينية ومن بعضها. والله يهدي على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله.